يا دكتور عمرو، انا ظهري بيوجعني جدا بعد حركه غلط انا عملتها. يا دكتور عمرو، انا ظهري بيوجعني جدا بعد ما شلت حاجه تقيله. الام الظهر من اكتر المشاكل والاسئله اللي بتجيلنا سواء في عياداتنا او الاسئله اللي انتوا بتسالوها. وعشان نحل مشاكل الظهر دي لازم احنا نستخدمه الاول بطريقه صح. اولا نتجنب القعده فتره طويله، نتجنب الحركات المفاجئه اللي هو سواء ان انا بوطي مره واحده او ان انا الف مره واحده، لان دي من الحاجات اللي بتعمل ضغط على عضلات الظهر فيحصل زي ماسل سبازم او ان العضله دي تقفش فيبقى في مشكله في ظهري هتضايقني في حياتي وهتاثر على حياتي اليوميه. ازاي ارفع الوزن ده بشكل صح؟ دايما شيل الاوزان بطريقه صحيحه. له طريقه، الطريقه دي لازم تكون عارفها علشان ما تاثرش على ظهرك. انا في دلوقتي وزن قدامي وانا مضطر ان انا اشيل الحاجه دي. الحاجه اللي انا هشيلها دي اخليها قريبه جدا وافتح رجلي الاثنين واخليها قريبه من السنتر بتاع جسمي. بعد كده ابدا ان انا انزل على ركبتي واحده واحده لغايه ما اوصل بان انا حاكم الشيء ده بدراعاتي الاثنين، وابدا احمل ده وانا قاعد واوزعه ما بين ايديا الاثنين عشان عضلات ايدي هي اللي تشيل، وظهري ما يبقاش متني لقدام، ظهري يبقى مفرود لورا، وابدا اطلع بالوزن ده على ركبتي من غير ما اتني ظهري. وبالتالي هي طريقه امنه، انت حملت الحمل على دراعاتك ما شلتوش على ظهرك.